واقفا بين متقبلي العزاء. تذكرته فأغمضت عيني على عبرة كادت أن تنسل. تذكرت وجهه الممتلئ الباسم الثغر دوما، وتذكرت تحلقي وأطفال الحي حوله بعد صلاة المغرب ننكب عليه ليقص علينا من قصصه. لم يعاملنا كأطفال صغار، وإنما احترم عقولنا وأنارها. حكى لنا عن اليهود وعن قتلهم الأنبياء وعن نقدهم العهود والمواثيق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن محاربتهم له بل ومحاولة قتله، ثم عن تقلبهم في البلاد. رحمه الله كان رجلا علامة، قرأ التاريخ وفهم. حدثنا عن مشاركتهم في الحروب الصليبية ومحاولاتهم لتحطيم الدولة العثمانية بعد أن داس سلاطينها مطالبهم بالنعال. كان يراقب حسرتنا عند تعرية المسلمة في بني قينقاع، وحزننا على محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم في بنو النضير، وغيظنا بعد غدر بنو قريظة بالمسلمين في الخندق. وكان يستمتع أيما استمتاع عندما يرانا تشرئب أعناقنا وتتهلل وجوهنا عندما يحطمهم علي بن أبي طالب في خيبر، أو يدك المسلمون حصونهم فيها، أو يأمر سعد بن معاذ الذي طلبوا حكمه بتوراتهم بقتلهم وسبيهم. تربينا ونحن لم نزل أطفالا أن اليهود أعداؤنا وأن فلسطين إسلامية. كان يحكي فنشعر أننا هناك في حي اليهود الذي دخل منه الصليبيون القدس، ونقف خلف عبد الحميد الثاني وهو يطرد وفدهم ويقول: إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فلن أقبل، فإن أرض فلسطين ليست ملكي، إنما هي ملك للمسلمين، وما حصل عليه المسلمون بدمائهم لا يمكن أن يباع. ففهمنا على حداثة أعمارنا القضية بوضوح. لم تكن فقط القدس التي قسمت وضيعت، ولا فقط الأقصى أولى المسجدين وثاني الحرمين، لم تكن القومية العربية أو رابطة كنعان، وإنما ببساطة إسلامية فلسطين. وكان يحكي فنتجرع معه مرارة الهزيمة في النكسة، ونذرف الدمع أنهارا على جيوشنا. وكنا هناك حين دككنا خطهم، كنا هناك حين تنزلت سكينة الله وقت الفزع، ونصر الله وقت الهزيمة. صدقنا الله وعده في من صدقوا وعودهم، فآمنا بإسلامية فلسطين منذ نعومة أظفارنا. صدقنا أننا منهم وأنهم منا، فكنا هناك نلقي الحجارة أمام جيوشهم، واخترق الرصاص صدورنا قبل أن يصيب محمد الدرة، وسقطت رجولتنا قبل حجاب بناتنا، وانهالت الصفعات على وجوهنا قبل أن تمس وجوه أمهاتنا، وكنا هناك نتلو الشهادة قبل من يفجر نفسه، وصلينا الفجر مع الشيخ ياسين قبل أن تنالنا صواريخهم، وقذفتنا الأباتشي قبل أن تقذف الرنتيسي، ودهستنا سياراتهم في جباليا، وانهال التراب فوق رؤوسنا في بيوت غزة، واحتضنا التراب في خان يونس، واقتحموا بيوتنا في الضفة، وانتهكوا حرماتنا في الخليل. ثم سمعت صوتا من داخلي يصرخ: لا زالت القضية حية في صدورنا، وستظل حية أبد الدهر. فتحت عيني وإذ بأحد المعزين يمد يده ويقول: الله يرحمه، كان عزيز علينا كلنا.